يعني انا دلوقتي بدربك وانت جسمك فيه دهون كتير وعايز تنزل، اللي بنحدد ده ازاي؟ من مقاسات الجسم. يعني انت مثلا تلبس القميص ده كان ضيق عليك، لا بتلبسه بعد كده يبدا يظبط عليك، لان احنا لو بالميزان غلط هو بنعمل ايه؟ الشيب نفسه هو اللي بيفرق معاك. يعني مثلا انت دلوقتي بتتمرن بتخسر دهون وتزيد عضلات، بس انت مثلا لما بتيجي تخسر كيلو الدهون ده حاجه قد كده، كيلو عضلات حاجه قد كده، تمام؟ فلما تخسر دهون وتزيد عضلات مش هتبان في الميزان، لكن هتبان في شكل جسمك. الشيب بتاع الجسم نفسه هيبان فيه. يعني انت مثلا هتلاقي جسمك بدا يترسم شكله يبقى كويس، او هدوم كانت ضيقه عليك بتلبسها بقت مظبوطه، او هدوم كانت عاديه عليك بقى كده بقت واسعه. فلكن الميزان مش مقياس خالص. تلاقي لو انت وقفت على الميزان ممكن تقول ايه ده، انا نزلت زي مثلا اسبوع بحاله ونزلت مثلا فيه نص كيلو، حرقوا بقى. لا عشان كده بقول لك الميزان مش مقياس، لكن المقياس المقاسات بتاعتنا والشيب بتاعك شكله بقى عامل ازاي.